ماسك العود في ايده بيعزف وفي نفس الوقت يقرأ القرآن. فيديو مثير للجدل نشره القارئ والمنشد مدحت رمضان لشخص مش عارفين هو مين، بس وراه حكاية كبيرة تعالوا مع بعض نعرفها. ليه الشخص ده عمل كده؟ وايه رأي القراء والمنشدين فيه؟ كل ده واكتر هنعرفه في الفيديو ده. صدمة كبيرة عاشها القارئ والمنشد مدحت رمضان بعد الفيديو اللي شافه لشخص ماسك العود بيعزف عليه وفي نفس الوقت يقرأ القرآن. القارئ مدحت رمضان من صدمته عرض الفيديو على حسابه الخاص على فيسبوك وحب يفرج الجمهور على اللي بيحصل، يمكن حد فيهم يكون ليه علاقات ويجيب قرار الموضوع ده. الشيخ مدحت رمضان وضح ان الفيديو والحركة اللي حصلت فيه ليها حكاية، وحكايتها ان اللي ظهر في الفيديو ده كان بيعلم عدد من القراء والشيوخ قراءة القرآن الكريم على المقامات، واستخدم الشخص ده عود العزف علشان يوضح المقامات اكتر للقراء والشيوخ. طالب الشيخ مدحت رمضان نقابة القراء والمقرئين المصرية انهم يحاسبوا الشخص اللي عمل كده حساب شديد، لان اللي حصل من وجهة نظره مش لازم يعدي بالسهل كده خالص، لازم ليه من عقاب ومحاكمة ان استدعى الامر. وبالنسبة لمتابعي وجمهور الشيخ مدحت رمضان اللي شافوا الفيديو، فالجمهور رأيه نفس رأي الشيخ بالظبط، استغربوا الفيديو وان في حد بيقرأ القرآن على نغمات العود، وطالب الجمهور باحترام القرآن وتقديره وتقدير من يقدره. اما بالنسبة لأي حد يتجاوز في قراءة القرآن الكريم فالشخص المتجاوز ده يستحق العقاب، ده على كلام الجمهور ورأيهم في الفيديو اللي شافوه. طيب مين الشخص اللي ظاهر في الفيديو ده وبيقرأ القرآن الكريم بالطريقة دي وهو بيعزف على العود؟ لحد دلوقتي مش معروف مين بالظبط الشخص اللي ظهر في الفيديو ده، ولا حتى معروف مين اللي صورهم، ولا حتى المكان اللي اتصور فيه الفيديو. بس من الواضح كده انهم كانوا في جلسة خاصة لمجموعة من القراء مع بعضهم البعض. السؤال دلوقتي واللي شاغل الكل على السوشيال ميديا، ايه هي حكاية الغرامة او العقوبة اللي المفترض تتفرض على الشخص الظاهر في الفيديو ده وهو بيقرأ القرآن الكريم وفي نفس الوقت بيعزف على آلة العود؟ الجمهور نفسه يعرف ايه اللي ممكن يحصل معاه، لدرجة ان عدد كبير منهم حاول يمنشن لنقابة القراء المصرية وطالبوهم باتخاذ اجراء شديد مع الشخص ده والقراء اللي كانوا جنبه وقت عملته دي، وفي كمان اللي طالب بتقديم بلاغ ضده في المحكمة علشان عاوزين يصعدوا الموضوع بدرجة كبيرة علشان يحاكموه. لحد هنا ونكون وصلنا لنهاية المعلومات المتاحة عن فيديو الشخص اللي بيعلم القراء والمنشدين قراءة القرآن الكريم باستخدام آلة العود. عرفنا ايه هي قصته وايه هي حكايته بالظبط، بس ينقصنا دلوقتي نعرف مين هو بالتحديد. فلو حد فيكم دلوقتي يعرفه ياريت يكتب لينا في التعليقات اسمه او يعمل له منشن.